الواحد في المواقف دي بيحس بكلمة الله بس، ما فيش شعور يعني بتوصف، بس انت بتحس قد ايه ربنا عظيم يعني سيول. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الواحد بيحس هو قد ايه قد ايه هو مفيش قد اصلا عشان احس ان انا قده. الملك ان شاء الله نتقابل كمان كام ساعة عشان رايح ايفنت اسمه لا ابرح حتى ابلغ لأحمد شاهين ومازن، وحين عندنا تصوير لشاهين ان شاء الله. شوفوا الفيديو اللي هو رفعه ده ولا مشفتوش؟ مش عارف شفتوه ولا لا. المهم يعني بسرعة جدا عشان النهاردة مبسوط يعني صاحي الحمد لله مبسوط. نفطر حاجة خفيفة جدا علشان الدايت اللي احنا بنحاول نعمله ده عشان الصيف خلاص يعني مش عايزين شكلنا يبقى ماشي، واللي احنا بنعمله في الشتاء ده حاجة بسيطة. ها يعني ماما عاملة جلاش والواحد بيحاول يعمل دايت وانا بحب الجلاش جدا يعني. حاضر هاكل تونة بس مش لاقي ليمون، مبعرفش اكل التونة من غير ليمون. كمون بقى وخلاص. الحاجات الحلوه اللي في السوشيال ميديا ان هي بتعرفنا على ناس ساكنه جنبنا برضه يعني. مازن ساكن جنبي من زمان بس انا معرفتوش غير من السوشيال ميديا. تقريبا بيتصل وانا لسه مفطرتش. عندنا مغامره شرسه جدا مش عارف اعدي ازاي. واحد بيحس ان هو سنجاب والدنيا ممطرة كده وهو بيحاول يوصل للطريق. الشباب اللي انا رايح لهم دول بحبهم جدا يعني والله العظيم بحبهم جدا جدا لسبب ما انا مش عارفه وانا ما بحبش افسر يعني. عندنا مرحلة صعبة كمان يلا نشوفهم. السلام عليكم. استاذ اسامه ممكن اطلع معاك في الفيديو؟ فين يا ابني استاذ زميلك؟ مازن فين؟ بيكو يا؟ عنده او سي دي والله. ايوه عندك نقطة حمراء. السلام عليكم. ايوه الشيخ مازن كده باين وهو بيسوق والله يا جماعة الكلام ده حصري جدا وما بيحصلش. هو احنا رايحين على الايفنت دلوقتي يا جماعة؟ في كاميرا مش عارف اخد الكاميرا حتى. اهم حاجة اللي هو عايش الحمد لله. واللي خبطه جري تقريبا يعني هاخد 16 غرزة في دماغه. مسج اقسم بالله على الحادثة اللي في موقف حصل كده. كل واحد فينا جاله مسج. في اللي حصل ايه بقى؟ في لحظة من اللحظات انت ممكن متبقاش موجود. كلنا بعيد عننا النقطة دي، كلنا في حتة ايه؟ ده انا ان شاء الله السنة الجاية هعمل كذا واللي بعدها وخلال 3 سنين هبقى والعربية الفلانية دي هتبقى عندي خلال. قول الحتة اللي عجبتني هبقى فلان الفلاني. هبقى فلان الفلاني ان شاء الله بعد شوية. امال ده تدخين ولابس بدله هتتبهدل. حبيبي الحمد لله. يا نهار ابيض يا جدعان. مودي اتغير خالص طبعا. صح الحمد لله مبسوط بس ان شاء الله يعني خير ان شاء الله يبقى يوم كويس. نعمل ايه؟ الحمد لله. ماشيين الساعه كام؟ بيصلي. ايه يا ابني ده؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ ازيك يا سلم يا عبد الله ازيك؟ سلي يا حبيبي. يا رب صل وسلم وزد وبارك على الذي رد الحياة إلى الحياة.
صلى على سيدنا رسول الله. واحد من اهل اليمامه اسمه ثمامه بن اثال، وهو ملك سيد اليمامه، وهو اللي عنده الحنطه اللي بيوصلها لمكه والمدينه الرز والشعير وكل الكلام دوت. وفي يوم من الايام كان جاي يعتمر، فالصحابه اسروه وعلقوه على عمود، فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: اما تعلمون من هو؟ فقال: من هو؟ قال: انه ثمامه بن اثال سيد اهل اليمامه. يعني الراجل دوت انتوا مسكتوا واحد، يعني الراجل ده توب. فالنبي عليه الصلاه والسلام ركز، يمر عليه وهو متعلق فيقول له: يا رجل، اما تريد الاسلام؟ قال: والله لا اريد الاسلام منك، وان تعفو عن شاكر. تمام؟ وان تعفو عن شاكر. يعني انت لو عفيت عن واحد شاكر، ولو في معركه فانت تقتل رجل ذا دم. يعني انا مش هسيب حقي بعد ما اموت حتى، يعني اللي ورايا مش هيسيبه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يمر فقال: يا رجل، اما تريد الاسلام؟ صلى الله عليه وسلم فقال: منك لا. وان تعفو عن شاكر، وان تقتل ذا دم. ثالث يوم يمر: يا رجل، اما تريد الاسلام؟ قال: والله منك فلا. وان تقتل ايه ذا دم، وان تعفو عن شاكر. فالنبي قال: ايه؟ اطلقوا سراته، سيبوه. فالراجل دوت يروح يغتسل ويرجع، فيلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ركز قاعد مع الصحابه، فيقوم قاعد بين ركبتيه فيقول: والله ان وجهك كان ابغض الوجوه الي، وان دينك كان ابغض الدين الي، وان بلدك هذه كانت ابغض البلاد الي، ولكن الان والله ان وجهك اجمل الوجوه الي، وإن دينك أجمل الدين إلي، وإن بلدك هذه أجمل البلاد إلي، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الراجل ده أسلم إزاي؟ أسلم إزاي غير لما شاف التعامل والخلق. الايفنت بيخلص يا جماعه. الراجل ده انا بحبه في الله جدا، والله ربنا اعلم. والله وانا كمان بحبه جدا في الله، وبحب الناس دي جدا جدا، بحب الناس دي كلها في الله. ايوه والراجل ده كمان يا جماعه انا بحبهم في الله جدا، يعني ربنا يجمعنا على خير. الراجل ده احنا بنتعلم منه والله العظيم. والله الراجل ده بنتعلم منه، انا بتفرج بيقول ان انا بستفاد من الفلوجز، انا مش عارف ازاي والله. الحمد لله. تعالى انت عملت ايه من شويه؟ عملت لي ايه ومازن بيتكلم؟ يعني ليه بقى؟ عشان كنت فين؟ كنت في حته ثانيه، كنتش معانا. كنت نايم. كنت معانا انا بس مش معانا. لما اتكلمنا، لما شاهين كان بيتكلم كان القلب صاحي قوي، فاهم؟ عشان الدنيا واهداف وجولز. لما مازن جه يتكلم القلب نام، عشان هو نايم. هو القلب مش همه دلوقتي، فاهم؟ فهو شايل الهم فنايم. لكن لو الكلام يهمه وخايف كده هيبقى منتبه، لان هو ده مستقبلي اصلا، مستقبلنا كلنا، فاهم؟ كان ليه عندنا تصوير جواباص، بس زي ما انت قلت، انا لسه قايل برضه هي رساله لكل واحد لوحده في الحته اللي هو واقع فيها. عندنا تصوير لجواباص في الزمالك، هنروح ان شاء الله الساقية ان شاء الله. بالعاميه وفي اخطاء كتير قوي مني انا، يعني لان انا وانا بكتبه كان الموضوع بالنسبه لي عفوي جدا. البتاع ده عليه اروح اعمل ايه؟ ده اللي انا حاجات اللي انا اتعلمتها، فلما اجي كده واجي كده هي جايباها اهو. بص ساعة جدا يا استاذ حسام، تجري بيها حلو، تمشي ولا تجري بيك. تاتش الشارع، لازم تتاتش الشارع. تقريبا هقفل الفلوج هنا. حسام بيشتري حاجة مع باباص، وتقريبا معاد بقى كده خلاص. مش عايز برضو اخد مساحة كبيرة جدا في الوقت، وفي نفس الوقت كنت عايز اتكلم النهاردة لما بدأت في الأنشطة التطوعية عملت ايه، بس جت الحادثة دي غيرت المود خالص بتاع اليوم. في نفس الوقت مش عايز اتكلم عشان ما يبقاش في فودج كتير، عشان في ناس كتير اتكلمت. اهم حاجه يعني عبد الله جايبني معاه دلوقتي بس عشان ايه اقفله بس. ايه ده يا عمرو؟ انا لسه ما اتكلمت. ماشي يا عمرو، اقفل يا عمرو الفلوج. يلا السلام عليكم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا
وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير